هلا ومرحبتين وحياكم الله في قناة الليج السعودي. الاهلي عاد بفن وطرب ولعب، فوزين فيهم اهداف وجمل ومتعة. الاهلي يضغط ويلعب ويسيطر، مرة الثانية على التواني يسجل في اول 10 دقائق، وهذه بصراحة عادة الفرق الكبيرة زي الملك. تكتيك وسياسة جميلة من المدرب، يا عمي خلص من بدري وروق اعصابك. وجميل ان الفريق يكون عنده الحس التهديفي عالي، زي ما شفنا في هدف الاهلي الاول. رياض محرز الانيق المهاري المطرب يبدا بمشروع الهدف بكرة سحرية وفي المكان الصحيح. اليوسكي اللي بصراحة سرعة تفكيره وقراره في لعب عرضية على الطائر في حلق المرمى كان يدرس. ايبانيز توقع وتمركز صحيح، مدافع بروح رقم 9، مكسب والله. الاهلي بعدها زي ما سوى في المباراة الاولى تراخى شوي وما كمل بنفس القوة اللي بدا فيها وسلم كرة للخليج. ما تدري هل هي خطة مدرب ولا عدم تجانس لفترة اطول، المهم هذه النقطة صارت واضحة في الاهلي. ودنا نشوف الاهلي يمسك كرة عشان نستمتع بمحرز وماكسيمان وفيرمينو. مندي بصراحة احس لازم يصحى، مو كل شوي خطأ بدائي. ترى انت حارس كبير وعالمي وبتواجه اسماء هجومية كبيرة في الدوري. حقيقة لاحظت شيء في الاهلي وتحديدا ماكسيمان بينزل في كثير من الاحيان للنص ويستلم كوره ويبني على قدام، وهذا الشيء لو يستمر راح اللاعب يجهد ويصاب ويقل تألقه لانه قاعد يقوم بدور غيره. من وجهة نظري الاهلي ينقصه اللاعب اللي يمثل حلقة الوصل بين الوسط والثلث الهجومي. لحد الان هذا اللاعب غير موجود بالاهلي، وهذه من وجهة نظري السبب عدم الثبات على الضغط والبداية القوية. اهداف الاهلي جميلة وفيها فن وابداع ومتعة وفكر وانسجام عالي بين اللاعبين، وهذه ثمرة جلب هذول النجوم الكبار للدوري، انه انا وانت نستمتع وننبسط. هدف محرز الثاني صراحة يدرس. اول ما انتقل مانشستر سيتي كان بس يشوت باليسار، جوارديولا اشتغل عليه صراحة وقال له لازم تتعلم تشوت باليمين، وبالفعل شفنا الهدف الثاني من لمسة واحدة شبكها في ال90. يا عيني عليك يا محرز. بصراحة احس ما في تفاهم بين عبد الباسط هندي وإيبانيز، ما ادري مشكلة تواصل ولا مشكلة تدريبات ولا مشكلة عدم توضيح ادوار من قبل المدرب. الدليل في احد الهجمات 1-2 من هجوم الخليج يضرب الدفاع كامل، وهدف الخليج كان عرضية مكشوفة للدفاع وخروج خاطئ من مندي. يعني في اخطاء لابد تصحح في دفاع الاهلي ويكون في تفاهم بين مندي وإيبانيز. مجملا الاهلي بصراحة قاعد يسوي الشيء الصح، يفوز باقل مجهود ويتطور مستواه تدريجيا. مبروك للملك العودة الحميدة وحظ اوفر الخليج. مجانين الاتفاق والحزب. لما يكون عندك مدرب اسطورة لاعب سابق في ليفربول وجاي من اقوى دوري في العالم البريمير ليج، اكيد راح نشوف تكتيك جديد وفكر كروي عالي وانضباطية وثبات في الاداء. ستيفن جيرارد لمسته واضحة في الاتفاق. مارسيلو تيسراند وجاك هندري قلبي دفاع على مستوى عالي جدا، افتكاك تدخلات العاب هوائية 1 على 1 منقيهم جيرارد تنقية، وحقيقة ساعدوه وريحوه في عملية البناء والتدرج الصحيح بالكرة من الخلف. لو تلاحظون تعامل جيرارد مع عبد الله الخطيب الظهير الايسر لنادي الاتفاق وكيف انه وظفه في الامور الدفاعية لقلة امكانيات اللاعب الهجومي. يعني جيرارد دارس لاعبيه الصح بالورقة والقلم، شغل انجليزي، وهذا هو المدرب الصح اللي يتواصل مع لعيبته ويعرف امكانياتهم وكيف يمكن يستفيد منهم. في الوسط هندرسون قائد ليفربول السابق والغني عن التعريف، ومعه التركي بيرات اللي وظفه وخلاه مسؤول عن منطقة العمق في الملعب. فيصل الغامدي خلاه يمسك المنطقة اليمنى وحماية الظهير الايمن. علي هزازي نفس الطريقة، المنطقة اليسرى وحماية الظهير الايسر. وفي الهجوم ديمبلي اللي من وجهة نظري راح ينافس في صدارة الهدافين. انضباطية واضحة، شغل انجليزي بالشعرة. الاتفاق مع جيرارد راح نستمتع ونشوف الاحترافية الجماعية. من وجهة نظري الاتفاق راح يكون الحصان الاسود في الدوري اذا ما راح ابعد من كذا. جميل جدا عودة فارس الدهناوي. اذا انك اتفاقي وتشوفني الحين اعطيني لايك واشترك في القناة. مبروك لكل اتفاق الفوز، وانا حقيقة مبسوط لجيرارد الفوزين والمعنوي، النصر والتعاون. تفوز على فريق فيه رونالدو مرصع بالنجوم ماني وبروزو وفوفانا وفوق ذلك خارج ارضك، هذا شيء كبير ويدعو للفخر بصراحة. مبروك للتعاون. لو تقول لي قيم كاسترو على ضوء المباراتين الماضية للنصر، اقول لك مدرب صراحة ما يقرأ الخصم بالشكل الصحيح ولا يعرف ايش هي نقاط القوة والضعف في الخصم، وفي نوع من التخبط والاستعجال لما يكون تحت الضغط. والدليل تغيير الخطة النصر في الشوط الاول من 4-3-3 الى 4-4-2 وسحب الخيبري، وكيف انه حجم دور ساديو ماني ذا الخطة ونقل يمين، اخبط الفريق وحاس حوس. حقيقة النصر فيه شيء غريب، بناء صحيح للهجمة ما فيه، تباعد خطوط، فرديات طاغية، اسلوب لعب جماعي ما فيه، وعشوائية، ما في ضغط على الخصم، ما تدري هل هو ارهاق، شيء غريب بصراحة. بالمقابل مهديوي ومجران من الاتفاق تفوقوا على نص النصر، حلول هجومية لتومبا، نقل وتدوير الكرة بشكل صحيح وسليم. درب التعاون صراحة شاموسكا قرأ النصر مضبوط وعرف نقاط ضعف النصر وحط الخطة الصحيحة 3-5-2 في حالة الهجوم وتكثيف الوسط اللي بصراحة كسبه، 5-3-2 في حالة الدفاع وتقفيل المنطقة الخلفية. النصر عنده مشاكل واجد في الدفاع، ولعب على هالنقطة كرات خلف المدافعين البطيئين في قراءة الهجمة. النصر ضروري جدا مدافع أجنبي وتغيير تلسكا بالتعاقد مع لاعب في منطقة الجناح 7 أو 10، وإذا الأخبار صحيحة وجاء أوتافيو بيحل مشكلة النصر نهائيا. مبروك للتعاون، وأنا متأكد إن فريق كبير زي النصر لما يجي أوتافيو ويجي لابورت راح يتعافى ويرجع ينافس بقوة. وأذكركم إذا إنك نصراوي وقاعد تشوفني الآن أرجوك اشترك في القناة واعطيني لايك. الهلال والفيحاء، فنيا من وجهة نظري الهلال أفضل فريق لحد هذه الجولة الثانية. انتشار، تبادل
ادوار، ثبات نوعا ما في المستوى، ضغط عكسي، يعني الهلال ضغط الفيحاء ضغط رهيب طوال المباراه، لدرجه كل لاعبين الفيحاء صاروا دفاع وتكتلوا في الخلف، وهذه النقطه صعبت على الهلال المباراه وايجاد الحلول. في زي الظروف ذي يا مستر خيسوس حاول انك تهدي الرتم وتسحب الخصم وتفك التكتلات بتدوير الكوره بشكل يجبر الخصم على التحرر من مناطقه عشان تفتح لك المساحات. اللعب على المثلثات، ال1 2، مراوغات وحلول فرديه داخل منطقه الجزاء، يعني عد واغلط حلول. خيسوس حقيقه كان يشوف ان العرضيات هي الحل، وهذا غير صحيح لان ما عندك رقم 9 يعرف يصطاد ويخلص. وبصراحه سيناريو مو غريب، هذا هو الفيحاء دايم على الهلال مستقعد وناشب متعود دايما. وعشان نكون منصفين مدرب الفيحاء رازوفيتش حقيقه معلم ومو سهل، ولو تذكرون موسم 2017 2018 درب الفيصلي ووصل معاه المركز السادس في الدوري ولنهائي كاس الملك في نفس الموسم، يعني فاهم الدوري وحافظ الهلال. رازوفيتش حقيقه خلق دفاع قوي متجانس من العنصر الوطني مع وجود حقيقه حارس مطنوخ وتكله خلفهم رغم غياب القائد الخيبري في الدفاع. نقطه بطعم الفوز للفيحاء وبطعم الخساره للزعيم، اقل شيء تعادل ولا خساره يا الزعيم. مبروك للاتحاد النتيجة، ما راح احلل المباراة، راح اوجه رسائل مباشرة لنونو. زي ما قلت في فيديوهات سابقة نونو لسه يجرب وما رسالة على بر. الاتحاد فريق كبير ولازم يكون له شكل وهوية وشخصية معروفة. 4-4-2 يا سانتو ما تنفع، حمد الله وبنزيما مع بعض ما تنفع، جوتا لازم يلعب اساسي وعلى طول، وراك كاس عالم، اصحى من بدري وارسلك على بر. كيف شفتوا المستوى الفني في الجولة الثانية؟ مين افضل مدرب من وجهة نظركم؟ مين افضل لاعب؟ وش افضل مباراة؟ شاركوني تعليقاتكم اسفل الفيديو، اشتركوا في القناة، اعطوني لايك، اشوفكم في الفيديو القادم.